أهلا بيكم في الحكاية بالبلدي. النهاردة هنتكلم على ترند حصل، ترند غريب والله. إن رانيا يوسف فتحت مدرسة رقص. أنا استغربت لما لقيت في الميديا كل الناس عمالة تتكلم عن إن رانيا يوسف فتحت مدرسة رقص، وإن هي ما بتعرفش ترقص. ولقيت برضو امبارح أو أول امبارح مذيعة برضو طالعة في التلفزيون بتقول إن رانيا يوسف ما بتعرفش ترقص وهي أسوأ فنانة قامت بدور رقاصة. أنا استغربت، لقيت برضه إن الفنانة دينا طالعة برضه بتقول إن رانيا يوسف ما بتعرفش ترقص، إيه اللي يخلّيها تقوم بدور رقاصة. برضه الفنانة فيفي عبده قالت نفس الكلام، إيه اللي يخلّي رانيا يوسف تقوم بدور رقاصة. طب هي الست والله طلعت قالت أنا قُمت بدور رقاصة في المسلسل كضيفة شرف. منهم مشهدين بس اللي بارقص فيهم، لإن الدور مش قايم عن واحدة رقاصة ماهرة أو رقاصة شاطرة، ده واحدة بترقص عشان خاطر الفلوس، تأكّل عيالها وكلام من النوع ده. طيب حلو الكلام، طب لمّا هي مش طالعة بدور رقاصة مثلًا اللي هي رقاصة شاطرة أو رقاصة حريفة أو كلام من النوع ده، وطالعة قايمة بدور ممثلة، قايمة بدور رقاصة كده مشهدين والّا حاجة، ليه الهجوم عليها في كل ده؟ بلاش كل ده، الهجوم كمان إن هي فتحت مدرسة رقص. طب ما هي الأستاذة أصلًا بتشتغل إيه؟ ده ما هي بتشتغل ممثلة. يعني برضه قريب من نفس المجال والله. لمّا تفتح مدرسة رقص عادي. برضه الهجوم عليها إن هي فتحت مدرسة رقص وإن هي جايبة فنانات راقصات تعلّم الستات الرقص. عادي والله. لقيت برضه هجوم من دينا الرقاصة، وهجوم من الفنانة الكبيرة فيفي عبده برضه الرقاصة. وهي الست طلعت وقالت أتمنى إن دينا أو فيفي ييجوا يشتغلوا يعلّموا البنات الرقص في المدرسة بتاعتي. هي الست بتقول لك أنا فاتحاها للفرفشة وكلام من النوع ده. هي بتحب الفرفشة وهي قايمة بدور الفرفشة شاطرة جدًا، عادي. ده أنا استغربت إن ده يبقى trend وموجود على الميديا بطريقة غير طبيعية. ده هو كل اللي كان أنا صراحة مستغرب له. الناس سايبة الحرب اللي قايمة بين إيران وإسرائيل وبيتكلموا عن رانيا يوسف فتحت مدرسة رقص. ما تفتح مدرسة رقص. وشكرًا على المتابعة، ولو في أي موضوعات يا ريت تبعتوها لنا في التعليقات، ويا ريت الاشتراك في القناة ونفعل الجرس. شكرًا.